السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ أنا معاكم إيمان من قناتي طبخات بيتي إيمان المهدي. الناس اللي اشتركوا معايا على راسي من فوق، واللي مشتركش معايا يشرفني ان هو يشترك معايا عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. هنعمل ان شاء الله القراقيش او المنين، على حسب ما بتقولوا عليها يعني. انا جبت حوالي كده كيلو دقيق، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وثلاث معالق من اللبن البودرة، وثلاث معالق أو معلقتين من السمسم، وحوالي نص كيلو من السمنة. هنحوش بس منه كوباية، وهنحط بدلها زيت عشان يديني قرمشة شوية، وحوالي كوباية الا ربع من السكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكيس الفانيليا ده، ودي معلقة كبيرة من الشمر. انا حمصتها على النار لما طلعت ريحتها كده، ورحت طحنتها ناعم جدا في المطحنة. انا حطيت كل المكونات الجافة كده على الدقيق، ما عدا اللبن، ما عدا اللهم صل على النبي، ما عدا السكر. هحطه في المية وهدوبه في المية عشان اضمن ان هو داب. وفي معلقة ملح صغيرة ممسوحة برضو هنحطها مع المية والسكر. انا هقلب المقادير كلها كده الجافة، وبعد كده هنزل على الدقيق ده بالسمنة. يعني السمنة تكون دافية شوية، دافية بس مش سخنة، دافية. وهنفركها كده في بعضيها. هنقلب الأول بالمعلقة كده، نخلط السمنة مع الدقيق، وبعد كده نفرك بإيدينا بالشكل ده. تفركيه كويس بحيث ان الدقيق كله يشرب السمنة. القراقيش ديت هتبقى ناعمة شوية. انت لو عايزاها ناشفة، قللي السمنة وزودي الزيت. يعني ممكن تحطي كوباية سمنة وكوباية زيت، او نص كوباية سمنة وكوباية زيت، ده هتبقى مقرمشة خالص يعني. وانا هعجنها في الاخر بمية، مش بلبن او حليب، عشان اخواتنا العرب وكده عندهم بيقولوا على اللبن حليب. انا بعد ما فركتها كده بالسمنة، انا لقيت المية بردت شوية، رحت دفتها، فالايه السمنة قفشت شوية مني بالشكل ده. فهفكها كلها كده بالمية وهعجنها. عارفين طبعا الجو برد، والسمنة بتجمد بسرعة في الجو ده. فانا لما نزلت عليها كده بالمية وعجنت فيها، فكت كلها كده زي ما انتوا شايفين. هتنزلي بالمية بالتدريج، وينفع تعجنيها برضو بلبن، وينفع مية ولبن. بس انا بعجنها بالمية، انا بحبها بالمية احسن. المية زي الزيت بتنشف شوية. فانا حطيت الكوباية كلها كده. وهنحتاج، انا لما عملت لقيتها محتاجة لسه مية تاني، لقيتها مشققة كده من الجناب. فانا جبت نص كوباية من المية، وايه هحطها برضو بالتدريج، ما تحطهاش برضو كلها، لان كل الدقيق مش زي بعضه. يعني في دقيق بيشرب مية وفي دقيق ما بيشربش. بصي مشققة من الجناب ازاي، لسه عايزة مية. فهناخد بقية النص كوباية التاني ده وهنحطه. فهي العجينة كده خدت كوباية ونص من المية. هنعجن بقى كويس كده لما ايه المية تختفي خالص معانا في الدقيق، في العجين. كده المية اختفت معانا اهي، والعجينة عجناها اهي. وانت بتعجني بقى تمسحي البولة اللي بتعجني فيها، تلمي فيها ايه كل حاجة فيها كده بالشكل دون. بصي بقى المرة دي، بصي ما شققتش اهي من الجناب كده. خلاص مش عايزة حاجة غير ان هي ترتاح بس شوية، 10 دقايق بس، 5 أو 10 دقايق تسيبها ترتاح ما تخمرش. وتفردها على طول، عشان هي كل ما بتقعد السمنة بتجمد فيها.
زي الكحك، زي الكحك برضو بيتعجن ويتقطع على طول. المنين ده زيه كده بالظبط، تعجنيه وتقطع، تريحيه شوية ايه، تبدأي ايه تقطعي فيه. انا جبت قطعة من العجين كده وفردتها مستطيل طويل كده وايه، وقطعتها بالعجلة دي، بالعجلة المشرشرة دي، لو مش موجودة بالسكينة عادي. انا عملتها بالسمك ده، يعني احنا ما بنحبهاش عالية قوي، يعني ده كده وسط. ممكن ترفعها عن كده وممكن تخليها اتخن من كده كمان. ما تنسونيش بقى يا جماعة باللايك والشير، واللي مشتركش معايا شرفني ان هو يشترك معايا عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. آه بالشكل دوت هنرص الصينية كلها. انتي بقى لو عندك البوتاجاز بتاعك بدرجات حرارة، يبقى على درجة حرارة 180، 180 190، ما تزيدش عن كده يعني، لحد ما تلاقيها احمرت معاكي ونشفت. مش تطلعيها تلاقيها طرية كده، خدت لون وتبقى من جوه لسه نية طرية، لا. انا جبت بقى العجوة دي، العجوة اللي هي اللي فيها نوى دي، مش الجاهزة، مش المفرومة الجاهزة. انا جبتها وفصصتها من النوى اللي فيها ده، من البذرة اللي فيها من جوه، وحطيت معاها ربع كوباية مية وايه، وخليتها على النار شوية. اما ايه، اما طريت خالص معايا كده، شلتها من على النار، سبتها تبرد خالص، ورحت حط عليها معلقتين السمسم دول، ونص معلقة صغيرة من القرفة. القرفة بتدي طعم جميل جدا للعجوة. ممكن تحطي مع العجوة سوداني مطحون برضك، ولو عندك فستق حطي، لو اي نوع مكسرات، اي نوع مكسرات ممكن تحطيها مع العجوة دي. احنا بقى حطينا كده، جبنا العجينة وفردناها وحطينا عليها العجوة كده، وتقفلي بقى وتثبتي في القفلة، يعني تقفلي كويس جدا عشان العجوة ما تطلعش منها بالشكل ده، وتبرميها، تخلي القفلة دي تبقى من تحت، وتديها ضغطة بسيطة كده من فوق، وتفردها حلو من فوق. انا هجيب الفرادة وايه وافردها شوية من فوق كده بالشكل ده كده. وهنسوي برضو من الحروف، وهنقطعها ونرصها في الصاجات بتاعتنا بالشكل ده. طبعا الشتاء بيبقى محتاج الحاجات ديت جدا يعني يا جماعة، تبقى حاجات كده الواحد بيسقع بالليل ويجوع جنب كوباية الشاي بلبن كده، حاجة عظمة، عظمة العظمة يعني بصراحة. بالشكل ده سوي الحروف كده بالشكل ده، رصي بقى في الصواني وسيبها تخمر شوية وسوي بقى. وبرضك لو البوتاجاز بتاعك ملوش درجات حرارة، تبقى على درجة حرارة يعني فوق المتوسطة بشوية، يعني يبقى الفرن بتاعك سخن، مش سخن قوي يعني. انا سبتها لما خمرت اهي، وهي طبعا لما بتخش الفرن بتزيد شوية كمان. انا طلعتها كده بالشكل ده، انتي خليها لما توصل معاكي في الفرن للون ده. انا طلعت الكمية كلها اهو، يعني كيلو عمل رمى معايا شوية حلوين. وادي التسوية من تحت اهي، والتسوية من فوق، ومن جوه هي مش مكتومة. بص الفراغات اللي جواها اهي، يعني هشة من جوه وجميلة وناعمة من بره. اللي ابو عجوة ده بقى يا جماعة كان تحفة. العجوة ما نشفتش جواه وكانت طرية، والقرقوشة كده كانت طرية. فبالشكل ده كده، بألف هنا وشفا يا رب اللي يعمله. وما تنسونيش بالدعاء بقى يا جماعة. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا.
ربنا يملى بيكم خير وبركة وعمار يا رب. ما تنسونوش بقى يا جماعة في الاشتراك والشير والسبسكرايب، وبألف هنا وشفا يا رب.